سلوكيات تربوية ممنوع استخدامها مع الأطفال علشان هي ما بتعلمهمش أي حاجة، هي بتأذيهم أكتر. ممنوع تخويف الطفل من العفريت أو الحرامي أو رجال الشرطة أو النار أو الحقن أو أي حاجة شبه كده. ممنوع تربية الطفل على التطاول، التهور، سلاطة اللسان مع الآخرين وجملة خد حقك بإيدك واللي يضربك اضربه. ممنوع الاستهزاء أو السخرية من أطفالكم ومن كلامهم. وبلاش تربوا أطفالكم على عدم تحمل المسؤولية، وبطلوا تدافعوا عن كل حاجة الطفل بيعملها وتبرروا أخطائه. وعاملوا أطفالكم معاملة واحدة في التوجيه والتهذيب والعلاج، وبلاش تفرقوا بينهم. وبطلوا تزوروا في الحقيقة قدام الطفل، وبلاش تقولوا له معلومات غلط. وبطلوا تقولوا احنا ما كناش عاوزين بنت تاني أو ولد تاني. وبطلوا تدعوا عليهم، وبطلوا تدوهم كل حاجة هم عاوزينها. وبلاش تربوهم على الاهتمام بالمظاهر بس. وبطلوا تركزوا على أخطاء الطفل وتفكروه بأخطائه اللي فاتت. وبلاش تجبروهم على اختيار هوايات وميول هما مش عاوزينها. وبلاش تقارنوهم بأي حد، وراعوا الفروق الفردية بين الأطفال. وحاولوا تفهموا الدوافع اللي بتخلي الطفل يعمل السلوك الخاطئ، وخلي عندكم سياسة البال الطويل. وعودوا طفلكم على النظام والترتيب والتخطيط، واستخدموا دايما أسلوب التدرج في التعامل مع الطفل، وبلاش ضرب ولا زعيق.